يابا شنو هذا الدلال؟ لأول مرة بالعراق اكو كلية راح تنطيكم راتب شهري وراح تنطيكم مقعد للدراسات العليا يكون بدون امتحان تنافسي تتخرج منه المقعد مالتك يكون محجوز. شنو هاي الكلية؟ أعلن معالي وزير التعليم العالي العراقي عن تأسيس كلية اسمها كلية التميز. طبعا هاي الكلية هي حاليا تابعة لجامعة بغداد، ولكن مستقبلا راح تكون جامعة بحد ذاتها مستقلة تحتوي على كليات ومختلف التخصصات. هاي الكلية طبعا حاليا راح يكون بها قسم إدارة أعمال أو إدارة واقتصاد، أشياء تتعلق بالبزنس، وبها آي تي، وبها علم اجتماع وغيرها من التخصصات. من يقدم على هاي الكلية؟ يقدم على هاي الكلية جماعة المعدلات 90 فما فوق، وحتى الوزارة تشجعهم، فراح تخلي لهم راتب شهري وراح تخلي لهم مقعد للدراسات العليا بدون امتحان تنافسي. طبعا مناهج هاي الكلية راح تكون كلها باللغة الإنجليزية، كلها تواكب متطلبات السوق، تواكب التطور الحاصل حول العالم. الأساتذة راح يكونوا من داخل العراق ومن خارج العراق أيضا. شو وقت تنفتح هاي الكلية؟ راح تنفتح في الشهر التاسع، يعني اللي تخرجوا هسه جماعة السادس يقدرون يقدمون مع بداية العام الدراسي الجديد. لذلك ضروري شارك هذا الفيديو وياهم، واكتبوا لي جوا بالتعليقات شنو رأيكم بهاي الخطوة. هل تعتقدون انه هي مهمة راح تقدر تغير من واقع التعليم مالتنا ام لا؟ فاكتبوا لي جوا بالتعليقات، يهمني اقرأ آرائكم كلها.